السلام عليكم مشاهدي القناة، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم داخل الوطن وخارجه. تحية عطرة للجميع وجمعة مباركة. اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، وضمن سلسلة متابعة الملاعب الجزائرية الجديدة تنقلنا مجددا إلى ملعب الدويرة آه، بعد حوالي أسبوعين من اللي زرنا الملعب أو أكثر، باش نشوفوا مدى تقدم الأشغال في الملعب، ونجيب لكم صور جديدة خاصة بالملعب. في المرة الماضية اللي شافوا الفيديو السابق حول الملعب، كنا دخلنا وصورنا من الجهة الشرقية، وصورنا آنذاك موقف السيارات ومدخل الجماهير. اليوم في هذا الفيديو راح نبدلوا الدخلة ديالنا. آه، لا، راح نبدلوا الدخلة ديالنا، لكن راح نديروا دورة كاملة حول الملعب. الساعة تشير إلى 2:30 زولا، أي بعد صلاة الجمعة عفوا. الملاحظ في أول وهلة أنه الأشغال مستمرة ومتواصلة بعد الجمعة، وصوت الأشغال تسمعون كل الجوانب يعني. في هذا الفيديو أيضا راح نشوفوا أشياء جديدة. على سبيل المثال شعار مولودية الجزائر اللي طبع خارج الملعب، وأيضا الملعب تزين باللونين الأخضر والأحمر، راح نشوفهم في الفيديو. إذا كان الدخول للملعب عبر هذه الطرق الوعرة. نشوف كذلك بعض المرافق التابعة للملعب على غرار المطعم والمقهى، وراح نتقربوا أيضا من أرضية الميدان وأمور أخرى راح تلقاوها في هذا الفيديو. نبدأ بهذه الصور. إذا هذه التهيئة الخارجية من الجهة الشرقية، نقدر نقول الشرقية. هذه هذا مدخل الشخصيات ومدخل الصحافة الخاص بالصحفيين والشخصيات. على ما يبدو شخصية بعض العمال قيل لي أنه كذلك، لأنه داخل الملعب هذا هما المنصة الشرفية جاية من هذه الجهة. إذن بعد ذلك طلعنا باش نشوفوا الملعب أيضا. هذه صور للمدرجات. الكثير من المتابعين يقولوا على تلك الفراغات بين المدرجات. لحد الساعة لا نعلم إن كان الملعب سيغطى كلية وش راح يديروا بتلك الفراغات. إذا كما قلت، اللونين الأخضر والأحمر تزين بهما الملعب كما نشوفوا في هذه الصور. كنا قبل أسبوعين أو أكثر في الفيديو اللي فات، ما كانش كما يقولوا الحالة ما كانش هكذايا تقدم نسبي في الأشغال بالنسبة للتهيئة الخارجية للملعب. ما زال فيها أشغال، لكن لا بأس. أمر آخر، هذه كاين هنايا بعض شغل محلات هنايا راح تكون محلات خاصة للبيع داخل الملعب. إذا بعد ذلك دخلنا للملعب مقارنة بالفيديو السابق. كان أرضية الميدان ما كانتش هكذايا، تغطت تلك الأنابيب. إذن بعد ذلك راح نتقربوا من أرضية الميدان. هذه المنصة الخاصة بالصحفيين ولا مدرج صحفيين. المدرجات نقدر نقول أنه 90%
تم طلاؤها بالمادة العازلة في انتظار بداية تركيب الكراسي. إذن هذه الصور داخل الملعب. ملعب دويرة سعته 40,000 متفرج. هذا السياج اللي يفصل المدرجات عن أرضية الميدان. إذن هذه هي أرضية الميدان، ربما راح يخلوها هي الأخيرة حتى تنتهي الأشغال خارج يعني خارج الميدان، ويبدأوا في زراعة العشب الطبيعي. في اعتقادي، ليست معلومة مؤكدة. إذن هذا سقف الملعب، السقف اللي عنده اللي فيه نظرة جميلة من السماء. كانت نشرت قبل أيام قليلة صور للملعب من السماء، وكانت صور جميلة. اللي راهي تظهر هنايا هي المنصة الشرفية، هذا النفق المؤدي إلى الملعب. حاولت نصور كل شيء، وقلت أني ندير فيديو مطول للملعب. إذن هذه هي المدرجات، مدرجات ملعب الدويرة التي تسع إلى حوالي 40,000 متفرج. كما قلت أنه الأشغال في كل جوانب الملعب. هذا أيضا مدخل للملعب أو النفق أيضا، وهذا السياج الفاصل بين المدرجات. بعد ذلك راح نديروا جولة عبر أرضية حول الملعب. بعد ذلك هذه هي هذا هو الجهة اللي شفناها الأيام الفارطة، وما كانش هكذايا. كانت عبارة عن كان مازال ما ندارش فيها البيطون. إذن هذه هي المحلات اللي ذكرتها، راح تكون محلات داخل الملعب. راح نشوفوا الآن مفاجأة بالنسبة لأنصار المولودية. ها هو شعار المولودية الذي تزين به ملعب الدويرة، ومر الشعار الآن هذا الدرج راح نصعدوا إلى المدرجات العليا لكي نصور لكم شعار فريق مولودية الجزائر، ونشوفوا أيضا الملعب من المدرجات العلوية. إذن كما قلت المدرجات تم طلاؤها بالمادة العازلة، هي التي توضع قبل تركيب الكراسي. راح نصعدوا هذا المدرجات، نطلع حتى لفوق هذا الدرج اللي يعيي صراحة. راح نزرب بالفيديو. إذن نحن في المدرجات العليا أو في قمة ملعب دويرة. إذن هذه الصور لملعب دويرة من المدرجات العليا، هذه من الجهة الشرقية. نعم، الآن راح نصور لكم هذه هي الصور لشعار مولودية الجزائر. هذه طبع على الملعب، واللي بان بالأحمر وبالأسود هناك هو موقف السيارات. هاني زوميت
ما كانش هكذا قبل أسبوعين. وضع فيه البيطون كما نقوله. هذا شعار المولودية. راح يوضع أيضا الشعار الخاص بمولودية الجزائر. عودة إلى الملعب. هذا السقف اللي انتهت فيه الأشغال. نخليكم مع هذه الصور. إذن كما قلت هذه الفتحات هي هنا تركب الكراسي الخاصة بملعب الدويرة. هذه هي الحفر. بعد ذلك راح ننزله. ملعب دويرة راح يكون ضمن الملاعب التي ستحتضن كان 2025 إذا ما قبل ملف الجزائر لاحتضان كأس إفريقيا 2025. وبالإضافة لذلك أنه هو ملعب مولودية الجزائر. فريق مولودية الجزائر مهدى من طرف رئيس الجمهورية. إذا بعد ذلك راح نشوفوا نبدلوا مكان. كما قلت هذه هي عبارة عن محلات. راح ندخلوا الملعب من مدخل آخر من المدرجات. هذا السياج الفاصل بين المدرجات. عفوا. بعد ذلك كما قلت هذه هي المحلات. قيل لي أنها محلات تابعة للملعب. بعد ذلك راح ندخلوا لهذه القاعة. بعد الاستفسار قيل لي أنها عبارة عن مطعم. لم أفهم يعني. قيل لي أنها عبارة عن مطعم. أنا قلت أنها راح تكون شغل قاعة كأنها مقهى أو قاعة للضيوف. صورتها. الأشغال فيها أيضا مستمرة. هذه أشغال تهوئة على ما أعتقد. العمال اللي كانوا يخدموا داخل هذه القاعة قالوا لي أنه هذا عبارة عن مطعم. لكن اللي عنده المعلومة ممكن يحطها لنا في تعليق. أنا لم أتحصل على المعلومة الرسمية أو المؤكدة. هذه المرافق التابعة للملعب. قيل لي أن هذاك البنيان راح يكون عبارة عن الخاص بإدارة الملعب.
بعد ذلك راح نشوفوا الأنفاق أو النفق المؤدي إلى الملعب الخاص بحافلات أو السيارات. إذا إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو آخر إن شاء الله.